السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع محمد العاصي من قناة يلو لايف. درس النهاردة هنعمل فيه تطبيق اللي قدامكم ده، تطبيق مخصص للمبتدئين، الناس اللي تعرف شوية أساسيات بسيطة كده في الأفتر إفكت. إن شاء الله هيقدروا يتابعوا معانا، وده أول فيديو في سلسلة تطبيقات الموشن جرافيك للمبتدئين. بس كده يلا بينا نبدأ. طبعا يا صديقي، اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ عايزين بس نجيب الايكون اللي هنشتغل بيها في المشهد. فاحنا ممكن نعمل سيرش بالشكل ده. كل اللي هنكتبه كده فلات ايكون هتظهر معاك بالشكل ده الموقع اللي احنا بنشتغل عليه. تفتحه عادي جدا، وبقى يا ريت تسجل عليه يعني المهم هتبدأ تبحث مثلا. طبعا انت عندك الايقونات، تختار ايكون، تبدأ تبحث سيرش مثلا عن الكتريك مثلا. احنا مثلا عايزين الكتريك بالشكل ده. وبعدين هتبدأ تلاقي بقى حاجات عندك زي اللي انت شايفها دي، ممكن تختار منها اللي انت عايزه. طبعا عايزين مثلا لمبة، ممكن اللمبة دي تمام. طبعا بتعمل هنا وبعدين فري داونلود، بيبدأ يتحمل مباشر. ماشي. فانت زي ما انت شايف كده الموقع ده جامد جدا وهتلاقي فيه كل اللي انت عايزه من الايكون، حاجة احترافية جدا. بس كده يا صديقي، خلينا بقى نروح للدرس بتاعنا. اول حاجة نبدأ نعمل نيو كومبوزيشن، وهنسمي الكومبوزيشن ده مين مثلا. معلش العربي مين. تمام. وبعدين لازم نتأكد ان ده 1920 في 1080 عشان نقدر نشتغل بشكل كويس على البرنامج. وبعدين هنخلي الفريم بتاعتنا ممكن نخليها 24 او 30، بس انا بفضل 24 بصراحة. تمام. هنخلي المشهد بتاعنا اعتقد 5 ثواني كفاية، بلاش 10، 5 ثواني. ونخلي الباك جراوند سمرا عادي جدا. تمام. اوكي. تمام كده عملنا كومبوزيشن. ماشي. هنبدأ بقى ننزل الليارات بتاعتنا. احنا مش محتاجين اي حاجة في المشهد بتاعنا غير الاتنين ايكون بس، والحاجات الباقية احنا هنبدأ نعملها في الافتر افكت. هنبدأ نجيب كده الايكون بتاعتنا دي ودي. تمام. وبعدين نبدأ ننزل الايكون بتاعتنا في الكومبوزيشن تحت. وبعدين هنبدأ ننزل، عايزين نعمل باك جراوند الاول. هنحدد المكان هنا ونضغط ضغطتين في المكان ده، فهينزل لنا الباك جراوند على طول. وبعدين ننزلها تحت بالشكل ده. حلو اللون ده هنخليه زي ما هو. نقفل الباك جراوند. بعدين هنبدأ نقفل الباك جراوند. ليه بقى الباك جراوند تتقفل؟ فبقفلها عشان ما تلخبطش بينها وبين الليارات التانية. تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدأ اجيب كل لاير في الجنب بتاعها. خلينا نطفي السنابنج كده عشان ما يبقاش متفاعل معانا. بعد كده هنحاول، احنا عايزين حجم الايكون دي يكون حجم مناسب عشان هو كده مالي الكومبوزيشن بتاعي. تمام. فهبدأ احدد الاتنين لاير كده واضغط الاس عشان يجيب لي السكيلز. فبالتالي ده الاختصار بتاع السكيلز. فلما اصغر اخليه مثلا، افضل اصغر كده لحد ما اشوف الحجم المناسب معايا. اعتقد كده صغير. ممكن اكبره كمان، ممكن اخليه بالحجم ده يعني 50 مثلا. حلو كده اوي، اعتقد الحجم ده مناسب. خلينا الاول نكتب التكست. احنا عايزين هنا نكتب اسلاك وهنا نكتب لمبات. هنكتب اسلاك بالشكل ده، نحول العربي اسلاك. تمام. هنبدأ نظبط التكست بتاعنا من هنا كده من الكاركتر. عايزين نغير الخط بس، نشوف خط تاني يكون شكله مناسب اكتر. لا برضه هيبقى، خلينا في ده احسن. اعتقد ده مناسب نوعا ما يعني. تمام. هنبدأ نصغر ده كده. ماشي. خليها تحت هنا ونصغر حجمها برضو، نخلي حجمها مناسب مع الايكون عشان نجيب الانكر بوينت في النص. ودي حاجة مهمة برضو، بتضغط كنترول وضغطتين على الاداة دي فبيجيب لك الانكر بوينت في النص على طول. تمام. دي برضو عشان هنظبط ده كله دلوقتي. هنعمل دبل كليك لللاير بتاعت الاسلاك، كنترول دي. وبعدين هنجيب دي النسخة هنجيبها الناحية التانية. تمام. ونبدأ نغير الاسم، نمسح كده ده ونكتب لمبات بالشكل ده. تمام. بعد كده بقى ونعمل برضو كنترول وضغطتين هنا عشان نظبط الانكر بوينت. طبعا احنا لازم نخلي الشكل متناسق اكتر من كده، لان انا حاسس ان الشكل مش متناسق نهائي يعني.
تمام. فهبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا افعل دي من هنا واجيب اللي هي دي جريد، هيظهر لي معايا بالشكل ده هبدا بقى من خلاله ان انا اعمل فيت عشان اظهر الكومبوزيشن بشكل اكبر. هبدا من خلاله ان انا اظبط الكومبوزيشن بتاعي وارتبه بشكل منظم اكتر. ممكن اخلي دي هنا، احنا المفروض اصلا هنعمل خط هنا كمان، ممكن نجيب الاداة دي وعشان نظبطه اكتر نيجي هنا كده وبعدين نعمل اخر الخط هنا، هيبقى اعتقد هو كده دقيق جدا يعني. تمام. عايز بقى تخلي الخط ده يظهر معاك، هتبدأ تزود الستروك ده من هنا كده، ممكن تخلي الستروك ده 30. تمام. اعتقد ممكن نخليه مثلا 25، اعتقد مناسب اكتر. وهتعمل لللاير دي من هنا دبل كنترول دي، وناخد دي وننزلها الناحية التانية بالشكل ده. تمام. هنبدأ بقى نرتب الكومبوزيشن بتاعنا عشان يبقى شكله منظم اكتر. نبدأ نظبط دي كده ونخليها فوق شوية ونجيبها يمين شوية بالشكل ده. تمام. ونخلي دي احنا عايزين برضو دي تكون في نفس الحجم ده او قريب منه، فهنصغر دي كده شوية نخليها بالشكل ده، اعتقد كده مناسب. تمام. وهنظبط هنا برضو نفس الحاجة، عايزينهم يبقوا في نفس المكان بتاع اللي هنا، فبالتالي هنظبطهم كده يبقى اعتقد كده شكلهم مناسب. ننزل تحت شوية كده مناسبة. نظبط ده التكست، نبدأ نجيب التكست ونصغره كده شوية. بص عشان يبقى ادق اكتر هنشوف احنا ظبطنا ده على كام، الاس على 33.2، ممكن نخليه 33 بالظبط عشان ايه منكتبش كتير. ونظبط ده كمان نفتحه خليه على 33 زي ما انت شايف كده. كده احنا ظبطنا اعتقد يعني. خلينا نظبط ده اكتر، نطلعه فوق شوية. ماشي اعتقد كده زي الفل. لو جينا نصغر ماشي. طيب خلينا بقى نكتب كلمة العاصي. تمام بالشكل ده، وبعدين نبدأ نصغرها عشان يبقى حجمها مناسب للكومبوزيشن بتاعنا وللمساحة بتاعتها بالشكل ده. وهعمل كنترول ضغطتين عشان اظبط الانكر بوينت. تمام زي ما انت شايف. وبعدين هبدأ اجيب دي كده، عايزها في النص بالظبط، تبقى من الاونلاين في النص بالظبط. وهنظبط برضو دول في النص بالظبط كده. ماشي اعتقد هما في النص اصلا. ودي طبعا حاجة قبال بعضها في نفس المكان، سايب مربع هنا فاضي وسايب مربع هنا فاضي، حطيتهم انت في المربع رقم 2 وفي المربع رقم 2. وفي نفس الحاجة برضو التكست محطوط في نفس المكان بتاع التكست اللي في الناحية التانية. لو جينا نصغر كده الكومبوزيشن اعتقد ونشيل الجريد دي، اعتقد هيبقى معانا بالشكل ده، شكله مناسب وكويس، تقدر تشتغل عليه بشكل سلس جدا يعني. تمام. خلينا بقى نبدأ نحرك. تمام. اول حاجة هنبدأ نحرك التكست. تمام. احنا عايزين التكست ده في الحركة بتاعتنا، احنا عايزين التكست ده يجي من فوق لتحت وده يجي من فوق لتحت، بس هيكون فوق مختفي ويظهر من بعد الخط ده بالظبط. يعني الخط ده يعتبر هو الفاصل، لما يعدي الخط ده يختفي ولما ينزل من تحت الخط ده يظهر تاني. فبالتالي هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله دلوقتي ان انا هحدد التكست كده بالشكل ده، حدد واحد وبعدين شيفت والتاني. تمام. وبعدين هبدأ اضغط على بوزيشن عشان انا عايز احركه، فهعمل له بوزيشن. بعد كده هاجي عند الفريم 12 عشان انا شايف من وجهة نظري، شايف ان الحركة تبقى في 12 فريم مناسبة جدا، وبتبقى مش بطيئة ولا سريعة، وبتبقى حركة كويسة جدا. فبالتالي انا حددتهم. هاجي عند اخر كي فريم، اخر كي فريم انا ثبته لان انا عايزهم في الاخر يبقوا هنا، واول كي فريم هبدأ اسحبهم لفوق بالشكل ده. تمام. بس كده كده الحركة بتاعتنا خلصت، ما عادش بس غير ان احنا نخليهم مختفين وهم فوق. خلينا بقى كمان نعمل الحركة بتاعت الايكون. هنحدد برضو الايكون بالشكل ده، وبعد كده هنعمل بوزيشن ونبدأ نعمل البوزيشن بتاعهم. وبرضو بعد 12 فريم هنعمل بوزيشن تاني، وبعدين ثبتنا الكي فريم في الاخر. وبعدين هنخلي الحركة بتاعتنا هنا في الاول احنا عايزينهم يبقوا تحت هنا عكس بعض، يبقوا بالشكل ده. تمام. طيب ايه الخطوة اللي جاية؟ الخطوة اللي جاية ان احنا عايزينهم يبقوا مختفيين، مش عايزينهم يبقوا ظاهرين. طيب ممكن نقفل كده بقى دول خالص. ممكن اول قبل ما نقفلهم يو انت بتضغط يو على اللاير عشان تظهر الكي فريم اللي انت عاملها.
فهنحدد دول كلهم كده ونعمل ايزي ايز او اف 9. تمام، ايزي ايز اهو. لو جيت اشغل كده هتبقى الحركه معاك شكلها الطف شويه. طيب خلينا بقى ايه نعمل الالفا مات بتاعتنا اللي هي هتساعدنا في ان احنا نخليهم يختفوا لما يطلعوا فوق. طيب انا دلوقتي خلينا نيجي عند الفريم اللي هو الاخير كده، وبعدين نبدا نجيب شيب ونرسم بالشكل ده على التكست. تمام، وعايزين نلغي الستروك خالص، وبعدين نقرب كده شويه عشان نخلي الحاجه بس بشكل دقيق جدا. لازم تخلي شغلك دايما دقيق. لازم انزل كده بحيث ان هي تبقى على اول اللاين ده. تمام، تبقى على اول اللاين ده بس. فانا لو طلعت كده يا دوبك هي هتبقى على حرف اللاين. تمام، هكرر نفس الحاجه دي. خلينا بس نلونها بلون تاني عشان تبقى ظاهره معانا. خليها ابيض بالشكل ده. هي كده يا دوبك على الخط بتاع اللاين. هنعمل لها كنترول دي، حددها من هنا. ولازم تتاكد ان انت محدد اللير نفسها، مش محدد الشيب اللي جوه، لان انت لو حدد الشيب اللي جوه هيعمل كنترول دي في الشيب نفسه كده مثلا، هيعمل كنترول دي هنا. فبالتالي لما تيجي تسحب ده هيبقوا هما الاتنين في لير واحده. فاهمني؟ فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين نعمل كنترول زد، هنحدد اللير نفسها من هنا، وبعدين كنترول دي، وهنسحب ده مع شيفت عشان يبقى في نفس المكان، ما نقعدش نظبط في مكانه تاني، توفر على نفسك وقت ومجهود. هنسحبه بالشكل ده هيبقى نفس المكان. وبعد كده هبدأ اعمل كنترول دي تاني، وكنترول دي كمان مرة، هسحب دي لفوق كده. تمام بالشكل ده. تمام، اظبطها كده اعتقد مظبوطة. خلينا ونسحب ده لفوق هنا بالشكل ده عشان يبقى مظبوط معانا واكثر دقة. عشان ننزله نكبر برضو شوية عشان نشوف الدقة اكتر. في لسه مكان فاضي اهو، ننزله تحت كمان شوية بالشكل ده. وبعدين هنصغر ونروح على الناحية التانية نشوف برضو المكان هنا، ننزل لتحت كمان شوية كده. اتمنى تكون فاهم يا صديقي والدنيا تكون ماشية معاك تمام. بعد كده هنبدأ نعمل الفا مات. تمام، خلينا نوقف ده كده. ازاي بقى؟ اول حاجة هبدأ اشوف مثلا التكست ده، المربع ده، على كلمة لمبات. فين كلمة لمبات؟ اهي كلمة لمبات اهي. فهبدأ اجيب المربع بتاع كلمة لمبات اللي هو ده فوق الكلمة. تمام، وبعد كده هبدأ اجيب المربع ده فوق كلمة اسلاك، هشده فوق كلمة اسلاك. وده عشان نعمل له الفا مات، لان الالفا مات بيظهر الحاجة اللي تحت. تمام، يعني هو يعتبر هيعمل لك زي حاجة زي ماسك كده، اللي هو انت هتظهر الكلمة مش هتظهر معاك غير من خلال المربع ده. لما اعمل الفا مات الكلمة مش هتظهر معاك غير من خلال المربع ده، فبالتالي لما هتطلع بره المربع هنا كده هتختفي. خلينا نشوف ده بقى كده. وبعد كده هنشوف اللاين دي، المربع اللي فوق ده، المربع اللي فوق اهو، ده فوق كلمة، ده فوق الايكون بتاعت اللمبة. فهسحبها كده، هي اسمها هنا لايت اهي، هي دي. تمام، حلو قوي. بعد كده اسحب المربع الاخير واحطه فوق الايكون بتاعت الاسلاك. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ همسك بقى كل لير اعمل لها الفا مات. طبعا الفا مات اللي هي هنا بيبقى الخانه بتاعتها اللي هي اسمها تراك مات. لو مش موجوده عندك بيبقى فيه اوبشن عندك تحت اسمه توجل سويتش. هو تقريبا متفعلين عندي كلهم، فانا ممكن الغي دي كده، لا سيبها زي ما هي. ممكن الغي كده، هتبقى هتظهر معانا اهي. لو انا عملت كده هتظهر لي من الناحيه التانيه. هي لو مش ظاهره عندك بالشكل ده هتعمل توجل سويتش فهتظهر معاك بالشكل ده. فانا همسك اللير اللي تحت، الليرات اللي هي بتاعه الايكون، هعمل لها الفا مات هتبقى معايا بالشكل ده. ونفس الموضوع في دي هعمل لها الفا مات، ونفس الموضوع في كلمه اسلاك هعمل لها الفا مات، وفي اللمبه هعمل لها الفا مات. فبالتالي انا كله كده اختفى معايا. خلينا بقى كده نشغل عشان نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. بسم الله، هنشغل زي ما انتم شايفين. موضوع بسيط جدا 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 وسهل جدا جدا جدا. وزي ما قلت لك لازم يبقى شغلك احترافي ودقيق. زي ما انتم شايفين كده يا دوبك الحاجه بتظهر من بعد اللاين بالظبط، لا بتظهر فوقه ولا تحته. فاهمين؟ زي المنظر اللي انتم شايفين كده بيبقى شكله احترافي جدا وشكله مميز جدا. تمام، خلينا بقى بعد كده يعتبر احنا كده خلصنا تحريك المنطقه دي. فاضل معانا اللاين، تحريك اللاين ده وتحريك كلمه العاصي. فخلينا نخلص كلمه العاصي عشان نلم الحاجات دي كلها في كومبوزيشن كده. نخلص كلمه العاصي، هنبدا نعمل فيها كي فريم في الاس
اللي هو السكيل. نبدأ نعمل كي فريم هنا، وبعد 12 فريم هنعمل كي فريم تاني ونخلي ده هنا 0، فبالتالي هيكبر معاك بالشكل ده. عايزين بقى نعمل فيه ارتداد بسيط كده عشان يبقى شكله ألطف وشكله أحسن شوية. فهبدأ أجي هنا كده في المنطقة دي وأبقى أعمل كي فريم كمان، بس هنا مثلا القيمة 32، هنشوف القيمة في الآخر بتبقى كام؟ 48. فبالتالي هخلي القيمة هنا مثلا 65، أكبر من القيمة الأخيرة بالشكل ده. فلما أجي أشغل هيظهر معانا المنظر ده، هي طلعت فيه ارتداد بسيط كده. طيب ازاي احسن الارتداد ده شكله يبقى الطف؟ ممكن نسحب الكي فريم دي، ممكن نسحب دي بعيد شويه كده، ماشي، واقرب دي شويه كده بحيث يبقى فيه توازن شويه في الحركه بالشكل ده. وكمان هقوم جاي محددهم كلهم كده واعمل كليك يمين كي فريم اسيستنت ايزي ايز او اف 9. تمام، هاجي شغل هتبقى معاك بالمنظر ده، شكلها لطيف جدا ومميز. طيب انا كده خلصت الحركات دي. ممكن ادخل كل الحاجات اللي انا خلصتها دي ماشي في كومبوزيشن، غير الاتنين لاين دول انا محتاجهم لسه احركهم. هعمل بري كومبوز واعمله اسميه 1. تمام، اوكي، حلو اوي كده. يبقى انا معايا كل الحاجات اللي انا خلصتها في لير واحده، فاضل معايا بس الاتنين دول، وده عشان يبقى شغلك اكتر تنظيما وشكله مميز اكتر. تمام، فخلينا نبدأ نحدد الاتنين دول، وبعد كده نبدأ نحركهم من خلال التريم باث. تمام، فبالتالي هاجي من خلال الاد اللي فوق دي، او في اد بتبقى موجودة هنا، هحدد من خلال واحدة منهم عادي، اي واحدة منهم بنعمل نفس الحاجة. فهبدأ احدد من هنا كده واعمل لها تريم باث. تمام، وبعدين هبدأ افتح التريم باث ده هخليه في الاند، اللي هو خلينا نقفل الكومبوزيشن بتاعنا خالص كده. ده هخليه ستارت، ده هخليه اند، وده هخليه ستارت. طيب خلينا نحرك كده ونبص نشوف الحركة بتاعتنا هتتم ازاي. ترين باث اهو. بعد كده هنبدأ نعمل هنا اند ونعمل هنا اند ونجرب نشوف هل الحركة هتبقى ظابطة معانا ولا لا. بالظبط كده، تمام. بعد كده يا صديقي هنبدأ نخلي القيمة هنا 0. لا، احنا عايزين دي تظهر من الناحية التانية، فبالتالي هخلي القيمة هنا 100. هنشتغل في دي في الستارت، هنبدأ نعمل كده، وبعد 12 فريم هخليها ستارت، وبعدين هبدأ ازود دي كده اخليها 0 100، وفي الاخر هخليها 0. فعشان اشغل هتبقى معانا بالمنظر ده. هنبدأ بقى نحرك التانية كمان، نبدأ نخلي دي 0 وفي الاخر 0 وفي الاخر هتبقى 100. فبالتالي يبقى احنا حركنا اللاير دي من خلال الستارت، في الاول 100 وفي الاخر 0، ودي حركناها من خلال الاند في الاول 0 وفي الاخر 100. فبالتالي ظهرت معانا بالشكل ده. تمام، خلينا نخفي الكومبوزيشن عشان نشوف اكتر بوضوح، تبقى معانا بالشكل ده. تمام، ممكن كمان نعمل لها ايزي ايز بالشكل ده، نحدد كليك يمين كي فريم اسيستنت ايزي ايز او اف 9. تمام، بالشكل ده. هاجي اشغل بقى كده تبقى الحركه معانا شكلها الطف جدا جدا جدا. طيب انا خلصت حركتي والدنيا تمام، بس انا مش حاسس ان الكومبوزيشن بتاعي شكله حلو زي ما احنا شفنا في الاول المشهد بعد التحريك. ايه اللي ناقص يا صديقي؟ ان انا ابدا ارتب الليارات بتاعتي. ازاي ارتب الليارات بتاعتي؟ انا عايز كلمه العاصي تظهر اول حاجه. تمام، وبعد كده تبدا تظهر معايا بعد 6 فريم كده. تمام، تبدأ تظهر معايا الكلمتين دول اللي هي كلمة لمبات. تمام، كده بالشكل ده، وكلمة واللي هي الايكون بتاعتها برضو اللي هي اللمبة اللي هي دي واللايت، دول عايزهم يظهروا بعدها. طيب احدد بقى التانيين اللي هم الاربعة دول واسحبهم ورا كده شوية. تمام، خليهم عند ال 12 فريم، وابدأ احدد دي ودي، وابدأ احدد دي واحدد دي. تمام، واسحبهم ورا كده شويه. فهاجي اشغل يا صديقي هتبقى معانا بالشكل ده. نطلع بره كده نشوف بقى الشكل من بره، تبقى معانا بالشكل ده يا صديقي. شكل مميز جدا ما شاء الله، حركه مميزه جدا ولطيفه. ممكن نقلل السكيلز بتاعت العاصي دي شويه، نضغط يو نقلل دي مثلا نخليها 60 بس مش 65 عشان تبقى مناسبة معانا اكتر، وما تلمسش ما تبقاش لمسة للحروف هنا كده
بالشكل ده تبقى شكلها الطف واحسن. هاجي اشغل هتبقى معانا بالشكل ده يا صديقي، بالشكل ده. تمام. وده كان تطبيق سهل وبسيط كده للناس المبتدئين لسه في مجال الموشن، وان شاء الله هنبدأ نعمل تطبيقات اكتر من النوع ده عشان الناس اللي لسه في البداية يعرفوا يطوروا من مستواهم بشكل افضل وشكل احسن. اتمنى الفيديو يكون عجبك يا صديقي، واتمنى تكون استفدت. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.